السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده هنعمل ايه الغدا العظمه دوت. طبعا هتقولي لي ايه ده يا ام كريم؟ هقول لكم دي اول مره ايه اعملها معاكم على القناه. طبعا انا عملت قبل كده الممبار والكرشه، طبعا اول مره اعملها معاكم. خلاص النهارده بقى ايه، قلنا بقى زهقنا بقى من اللحمه والفراخ والمحشيات والحاجات دي. النهارده بقى قلنا بقى ايه نغير كده في الغدا ونعمل ايه كرشه وممبار. خلاص النهارده بقى ايه الكرشه بتاعتنا، دي طريقتي كده في الكرشه وايه والممبار. خلاص طبعا الكرشه دي طبعا غسلاها كويس جدا 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 جدا. يعني حطي تحت كلمة جدا جدا دي مليون خط. طبعًا في ناس ليها كذا طريقة في تنضيف الكرشة. طبعًا في ناس بتصمتها، يعني إيه بتصمتها؟ يعني إيه بتخلّي المَيّة تغلي وتسقّطها فيها وتكحتها. يعني إيه تكحت الكرشة كده؟ لأ، أنا عندي هنا يعني في بيتي أو هنا يعني متعودة إن إحنا بنعمل الكرشة كده، بنغسلها كويس جدًا، جدًا، وبننقعها في الخل والليمون والملح، وبنغسلها بالدقيق. يعني بصوا يعني كذا مرة كده بنغسلها، بس ايه مش بنصمتها في المية السخنة. خلاص يبقى هي دي طريقتي في الكرشة. يعني بصوا في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها بتصمتها في المية السخنة وبتبقى حلوة. بس انا في حماتي وامي بيقولوا لي يعني ان انتي لو صمتي الكرشة في المية السخنة مش بيبقى لها طعم كده، وتحس ان انتي مش بتاكلي في كرشة يعني بصراحة. فأنا يعني متعودة إن أنا باعمل الكرشة كده، وهتبقى حلوة وجميلة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنتم مش متخيلين يعني إيه شكلها ولونها، بس هي نضيفة وحلوة وجميلة جدًا يعني. طبعًا أنا دي طريقتي. طبعًا إيه، حطيتها في الحلة وحطيت لها بصل وورق لورو، وحطي بقى التوابل اللي عندِك، ملح. طبعًا أنا مش هاحط الملح دلوقتي يعني. حطيت كزبرة ناشفة، حطيت فلفل أسود، حطيت كمون، حطيت ورق لورو. لو عندِك حبهان حطي فصين حبهان أو 3 وخلاص على كده. طبعًا إيه سِبتها كده مع البصل مع التوابل لغاية إيه ما ضربت الطماطم كده في الخلاط، وهانزل بالطماطم عليها. طبعًا أنا هاعملها ني في ني كده زي ما أنتم شايفين. واسيبها كده على النار تاخد وتدي ايه مع بعضها كده لغاية بقى ايه ما تستوي كده وتبقى حلوة. تعالوا بقى جبنا حلة كده، نزلنا بحبة زيت ونزلنا ايه بحبة من البصل، مقطعينه كده زي ما انتوا شايفين. خلاص طبعا احنا هنعمل ايه، هنعمل التخديعة بتاعت ايه الممبار. آآ طبعًا البصلاية لمّا تتحمّر معاكِ كده، أول ما تتحمّر معاكِ هانزل كده إيه بمعلقة من التوم المفروم. هو عامةً الكرشة المفروض كنت حطيت لها إيه توم، بس أنا نسيت أنا هاحطه لها دلوقتي يعني. آآ بس ما تنسيش يعني التوم للكرشة بيبقى حلو برضه، بتبقى حلوة وبتخلّي ريحة الكرشة كده حلوة يعني. خلاص هاحط لها كده زي ما أنتم شايفين معلقة من التوم المفروم، وحطيت على البصلاية برضه معلقة من التوم المفروم. خلاص وهاقلّب كده زي ما أنتم شايفين لغاية ما البصل اتحمّر معايا. وهانزل بالطماطم، أنا ضاربة الطماطم يعني هانزل بالطماطم كده إيه على البصل وكل حاجة بعد إيه ما اتحمّر معايا وتمام يعني. هاسيبها كده إيه لمّا تتخدّع وتبقى حلوة، عشان إيه هنعمل الخلطة الجميلة للممبار بتاعنا. تعالوا كده إيه بُصّوا بعد ما اتسبّكت أو اتخدّعت يعني حسب ما أنتم بتقولوا يعني. هاحط لها بقى التوابل، هاحط لها ملح وفلفل أسود، كزبرة ناشفة، كمون. هي دي التوابل اللي أنا باحطها في الطبيخ عندي. إلا بقى لو حاجات معيّنة، لو فراخ باحط توابل فراخ. يعني حاجات معيّنة كده واحط لها توابل معيّنة يعني. أمّا لو طبيخ عادي أنا باحط إيه فلفل أسود، كزبرة، كمون. غير كده مش باحط حاجة تاني. تعالوا بصوا هي عامةً والله أنا الكاميرا، كاميرا التليفون كانت فاصلة وما كنتش عارفة بيها، فالمقطع ده مش عارفة يعني إيه ما اتصورش معايا. يعني إيه بعد ما حيّقت كده الصلصة بتاعتنا أو التخديعة. طبعًا كنت غاسلة الرز وحطيت كده إيه الشبت وكزبرة ناشفة، وكزبرة يعني شبت وكزبرة، وحطيت نعناع ناشف. حطي كده حبة نعناع ناشف على الخلطة بتاعة الممبار، هتخلّي الممبار طعمه جميل جدًا، جدًا، وهتشمي ريحته كده جميلة خالص يعني. لقيت الخلطة كده قليلة، حطيت حبة كمان من إيه الشبت والكزبرة الخضرا يعني.
وهاقلّب كده وهاضبط الملح بتاعه، لو لقيته يعني محتاج ملح حطيت له كده إيه حبّة ملح، عشان إيه طبعًا الممبار لو دلع معاكِ هيبقى إيه ما لهوش طعم كده ومش هيبقى حلو معاكِ، فلازم تضبطي الملح إيه عشان يبقى حلو كده ويبقى جميل. بُصّوا تعالوا شوفوا بقى الممبار ده، طبعًا أنا كنت منضّفاه قبلها بيوم، بصراحة يعني أخد منّي وقت جامد جدًا يعني، وخلّيته حلو جدًا ونضيف زي ما أنتم شايفين. تعالوا بقى إيه هاحشي معاكم كده كام واحد. دي طريقة الحشو إيه الممبار بتاعتي، يعني أنا باحط كده حبة رز، يعني ما تحطيش الرز كله على الصينية، حطي حبة بحبة عشان ممكن يفيض منك رز، ما يبقاش بقى إيه فيه مية كده من الممبار ويبقى مش حلو يعني معاكي، فحطي حبة بحبة كده وكل ما تخلصي حطي يعني. طبعا الممبار مش هنحشيه كله، هنحشي نصه كده وهنوزع ايه باقي كمية الرز فيه كله يعني، فما تحشيهوش كله يعني مرة واحدة. خلاص يبقى إيه هنحط في حبّة كده يعني لغاية مثلًا، يعني أنتِ هتحشي الممبار لغاية النُص كده، وهتروحي بقى موزّعة الرز في الممبار كلّه، في الحتّة كلّها اللي أنتِ إيه هتحشيها يعني. شايفين بُصّوا يعني أنا حشيت نُص كمية الممبار، وهاروح بقى إيه موزّعاه كده في الممبار كلّه، عشان طبعًا إيه الرز يستوي معاكِ وما يفرقعش منِّك كده في الشوربة بتاعته يعني. خلاص أهو كده بصوا يعني دي طريقة الحشو بتاعتي، يعني أنا باحط كمية رز قليلة وباحشي كده، وأول ما تخلص باحط كمية رز تانية يعني. طبعًا إيه هاخلّص الكمية كلها عشان كمية كتيرة شايفين، دي طريقة الحشو بتاعتي هاخلّصها ونرجع تاني. تعالوا كده إيه بعد ما خلّصتها بصوا جبت إيه حبة مَيّة في حلة، وأول إيه ما هيبتدوا يغلي كده هاقطّع بصلاية وورق لورو، أحط توابل، كزبرة ناشفة، أحط الملح، أهم حاجة الملح تحطيه قبل ما تحطي الممبار بتاعِك، خلاص يبقى كزبرة ناشفة، حبة كمون، الملح، غير كده ما تحطيش. عندِك جزر قطّعي جزراية كده في الشوربة بتاعته هتبقى حلوة. يبقى بصل، ورق لورو، والتوابل وخلاص على كده، وأهم حاجة تحطي الملح قبل ما تسقّطي الممبار بتاعِك. خلاص بصوا بعد ما حشيت كده الممبار كله، طبعا اخد معايا وقت عشان دي كمية كتيرة، وايه واخدت معايا وقت. خلاص طبعا كده هنسقط كده الممبار، يعني اول ما هتسقطي الممبار هتحطيه في المية السخنة هينتفخ معاكي كده وهيتشرب المية، فانتي قبل ما تحطي الممبار حطي الملح عشان ما يتشربش المية وهي دلعة، يعني ما يتشربش المية وهي دالعة كده ما فيهاش ملح، فلازم تحيقي المية بتاعتك قبل ما تحطي ايه الممبار. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين هقلبه كده تقليبة كده بسيطة، وهسيبه بقى ايه يعيش حياته، بس بقى كل شوية كده قلبيه عشان ما يلزقش مني. تعالوا كده هنشوفه كده بعد ما عدى كده ساعة، شايفين ما شاء الله عليه ما لزقش معايا في الحلة. طبعا انت هتلاقوا ايه كمية رز كده طالعة منه، بس دي عادي يعني مش مشكلة. ودي الكرشة بتاعتنا شايفين الجمال، والله بجد حلوة جدا جدا. طبعا ريحة الكرشة طبعا غير اي ريحة تانية، غير ريحة الفراخ وغير ريحة اللحمة ولا اي حاجة، بس انتي يعني لو انتي منضفاها حلو ومدياها يعني النقعة اللي انتي بتغسلي بيه كويس، بجد هتبقى حلوة معاكي وجميلة ومفيهاش اي زفارة، وهتبقى جميلة جدا جدا. ودي طريقتي طبعا في الكرشة، انا بعملها كده ني في ني كله بتبقى حلوة معايا وجميلة جدا. طبعا ده الممبار بعد ما ايه طلعته كده حطيته على مصفى عشان ايه المية بتاعته تتصفى، وهجيب بقى احمره في الزيت. في ناس طبعا بتحطه في صينية وتدهنه حبة سمنة وتحطه تحت الشواية، فانا مرة عملتها فلقيته كده ايه ملوش طعم يعني حلو كده زي اللي احنا ايه بنحمره في الزيت ويبقى حلو كده ومقرمش كده وجميل يعني. هقلبه كده عشان ياخد لونين كده من الجنبين، ونرجع تاني نشوفه كده مع بعض وهو بيتحمر. تعالوا كده هنشوفه مع بعض، شايفين جماله حلو جدا جدا ومستوي وكان حلو بصراحة، ودي كانت أكلة جميلة جدا جدا. واكلتنا بقى النهارده او غدانا النهارده، طبعا عملت حبه مكرونه كده بالصلصه وايه وجنبك كده ايه حبه ليمون وزيتون، ودي الكرش بتاعتنا شايفين جمالها عامل ازاي، والله بجد تحفه. جربوا طريقتي دي، طريقه حلوه جدا جدا. وده الممبار بعد ما حمرته، وده كان غدانا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، وتغيير بقى عن اللحمه والفراخ والمحشي والكلام دوت، قلنا بقى ايه نغير كده ونجيب كرشه وممبار. وده كان غدانا، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم لايك للفيديو الجميل ده،
وشير القناة لأعمال إيديا مع أم كريم. باحبكم في الله، وأتمنى منكم لايك للفيديو. بجد بجد أنا باتعب جدًا في الفيديوهات، أتمنى منكم اللايك للفيديو عشان إيه القناة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.